يلا يا جماعة حركة. يلا كده، يلا 3 2 1 رولينج اند اكشن. يلا يا ابني ورينا كده المشهد. حاضر يا فندم. أمينة، أنا ما خلفتش رجالة يا أمين. ستوب. ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ ايه يا استاذ، حضرتك مش قلت لي اعمل سيد؟ سيد مين يا ابني؟ ده علاج كريم شعر اسمه السيد. طيب ده انت جيت لي في لعبتي، ما انت شايف اهو. شايف ايه؟ فده يطلع بره. يا استاذ بس. الجول المفروض بينادي صاحبه. ما انا صاحبه يا ريس. صاحبه مين؟ يطلع بره. حاضر بره. حاضر بره. حاضر. الله. هو ايه اللي على وزن قارة؟ خير بشارة. يا عبيط، الناس ما بيهمهاش حاجة غير المظاهر. ليه؟ عشان انا مش محرموش؟ وانا عجباني انا مش قاعد وهاكلكوا في نوع غيري. وصلت القمر؟ تقريبا كده. تقريبا كده. هو في كاتب اسمه ويليام شكسبير؟ ها؟ عايز أعمل جديد. بابا مع كتبي على السفرة. تيبي. أنت مش مرتبط أصلا. كده متابعة على الخريطة، وانا ايه اللي مقعدني معاك؟ فكرتني بالهم يا اخي. انا ماشي. النهاية. أخيرا خلصت الرواية اللي هاخد بيها جايزة نوبل. اهلا وسهلا بيكم المختصر المفيد. هنحكي النهارده عن حياه اسره كلنا عشنا معاها. تعالوا نبتدي بالجزء الاول منها، ثلاثيه نجيب محفوظ. بنشوف سوا روتين واحده بتصحى في نص الليل وجوزها لسه ما جاش، السيد احمد عبد الجواد اللي بيسهر كل يوم، وكل يوم تصحى تستناه وتخدمه لحد ما ينام. بيجي من سهره الليل وبنشوف الفرق بين ضحكه العالي وهزاره ووقاره اول ما يخش البيت ويشوف امينه مراته. يقعدوا يتكلموا في شؤون البيت والاولاد، وخصوصا كمال الصغير اللي بيتداري على شقاوته، واخبار الحرب اللي دايره بين الانجليز والالمان، وتولي السلطان فؤاد العرش. اخبار بتعرفها منه وتتكلم فيها بعدين مع بناتها الاتنين كتسليه ومعرفه بالعالم الخارجي اللي ما شافوش منه غير البيت الكبير اللي هم عايشين فيه. الصبح بيصحى السيد احمد عبد الجواد الاول، بعدين فهمي اللي بيصحى يفكر في مريم، وبعد كده يصحى ياسين اخوه عشان روتين اليوم اللي بيطبقوه، لكنه بيحسد كمال على نص ساعه نوم الزياده. خديجه كده كده صاحيه من قبل صوت الفرن اللي بيصحي البيت، وعيشه بتصحى متاخر. الكل في حضره السيد زي الالف، حتى الاكل بياكلوا بالراحه وببطء، ولما يقوم ينزلوا على الاكل حتتك بتتك ويبداوا يومهم. بنعرف روتين يومهم، وبنعرف اعجاب عيشه بظابط بتبص عليه من المشربيه، وان خديجه الاكبر والانشط، وان الاتنين على وش جواز، بس الاب مش هيجوز الصغيره عيشه قبل خديجه الكبيره، وان امينه العالم بتاعها هو البيت اللي في بين القصرين. وبنشوف ان السيد احمد عبد الجواد محبوب من الجميع عكس خوف اهله منه، انسان متناقض وذكي، متدين وعربيد، متزمت وفلاتي. وبنشوف كمال الابن الاصغر والمتفوق في المدرسه، وزيارته للحسين، وكمان حب امه ليه وحبه الشديد وخوفه من ابوه لدرجه انه يعدي في مكان مهجور وخايف من العفاريت فيقعد يقرا قران، ولا انه يعدي قدام دكان ابوه. وبنقرا عن حب فهمي العذري لجارته، ووجوده على السطح مع كمال على اساس انه بيذاكر له عشان بس يشوفها. اما ياسين فكان بتاع ستات زي ابوه، موظف في الدوله، كاتب مدرسه، يخلص الشغل ويروح يقعد على القهوه قدام بيت زبيده العلمه. بس هو لسه صغير فمش هيبص لزبيده، لكن بيجري ورا زنوبه العواده صبيتها وعازفه التخت بتاعها، يتامل محاسنها، بعدين يروح على خماره كستاكي. وبنعرف انه ابن طليقه السيد احمد عبد الجواد، وان امه كان ليها معجبين بيزوروها، وده كان بيوجع قلبه لحد ما اتنقل لحضانه ابوه، وقرر يدفن الماضي ده كله جوه عقله ويرفض اي طلب منها علشان يزورها. وبيجي المشهد المشهور لما زبيده العلمه بتزور السيد احمد عبد الجواد في دكانته، وهو فخور بذكائه الشديد وكلام الناس عنه، وبتاخد بضاعته وما بيرضاش ياخد تمنها وتتقيد في الدفتر. ولما المساعد بيسأله تتقيد في الدفتر في ايه، قال له اكتبها بضاعة اتلفها الهوى. ذكاء وفطنة في الرد، وكلام مفيش غير السيد احمد عبد الجواد يقدر يطلعه عشان تبقى زبيدة هي تسليته الجديدة. ياسين بيعدي عليه في الدكان، بيقول له ان امه هتتجوز واحد اصغر منها ب10 سنين. ابوه صعبان عليه كرامة ابنه اللي بتتهان من طليقته المزواجة،
وبيتفقوا على ان الجوازه دي لطمع العريس في ميراث الام، وانه مش هيطلع منها صفر كرامه وفلوس. وبيقترح ابوه ان ياسين يتكلم معاها، يمكن كلامه معاها بعد القطيعه الكبيره دي يخليها تعقل. راح لها لكنها رفضت طلبه. فهمي كان على الناحيه التانيه بيكلم والدته علشان تستأذن ابوه انه يخطب مريم، وده لحد ما يخلص كليه الحقوق ويتجوزها. لما قالت للاب غضب ورفض، ازاي شافها ابنه يرفع عينه على حرمه جيرانه. لكن الام لحقت الموقف بانه مستحيل يكون عمل كده، وممكن يكون سمع اخواته البنات بيتكلموا عنها وعن ادبها. وخديجه شافت عيشه بتبص من الشباك على الضابط، وبعد ما قطمتها من الكلام وخوفتها من ابوها طلبت منها ما تبصش للشباك، ولو عايزها هيجي يخطبها. يا ابو الشريط الاحمر ياللي شغلتني ارحم ذلي، دي كانت الاغنيه اللي بتغنيها له دايما. بعدها جم ستات علشان يطلبوا ايد واحده من بنات السيد احمد عبد الجواد، وشافوا خديجه وكان الكلام عليها. لكن فهمي قال ان في عريس متقدم لعيشه هو مأمور اسم الجمالية. طبعا السيد احمد عبد الجواد مش هيقبل ان الصغيرة تتجوز قبل الكبيرة، بس لازم ياخدوا رأيه. طبعا رفض، وكان سبب رفضه ان محدش يقول ان ممكن يكون عين العريس وقع على العروسة، وان اللي عايز يتجوز بنات السيد احمد عبد الجواد عايز يناسبه هو، مش شاف بناته. ساد الحزن على البيت. خديجة حاسة بالذنب عشان واقفة في سبيل سعادة عيشة، وعيشة حزينة على المحبوب، وفهمي زعلان على الصديق الكويس اللي كان هيبقى نسيب ليه، وياسين بيحاول يهون على الكل هو وكمال، وأمينة عاجزة. وجه يوم للحرية، السيد أحمد عبد الجواد مسافر بورسعيد لشغل. أمينة قلقانة وعايزة تمسك زمام البيت ما يخرجش عن العادة، لكن الأولاد بيقنعوها إنه مسافر ومفيش ضرر من حبة حرية. ويا سلام بقى لو هي كمان راحت لحبيبها سيدنا الحسين اللي مجوراه بقالها 40 سنة وما راحتلوش ولا مرة، وكمال يوصلها ويرجعها ولا كأن حاجة حصلت. لكن حصل حاجة، أيوة السواري صدمتني يا سي السيد. وهي راجعة بتخبطها عربية، والدكتور بيقول إن جالها كسر في ترقوة عظم الكتف. أيوة مش زي الفيلم، وهيتجبس العظم مع راحة 3 أسابيع لحد ما تحس بتحسن. طبعا اتفقوا يقولوا الأب إنها وقعت من على السلم، لكن لما وصل ووقف قدامها ما قدرتش غير إنها تقول الحقيقة، وطلب منها ترتاح لحد ما الكسر يخف. ولما خفت طلب منها تسيب البيت وتروح لأمها. الأولاد عايزين أمهم ترجع، والخوف مخليهم مش قادرين يفتحوا في الموضوع. بيقرروا ينوبوا ناس. أم مريم تيجي تسأل عليها، حرم المرحوم شوكت واللي تعتبر أم السيد أحمد عبد الجواد، والمرحوم شوكت كان برضه زي أبوه، وهي اللي خطبت له أمينة، وعلى إيدها اتولد كل العيال. طبعا قال لها زي ما قال لأم مريم قريب الحال هينصلح وهتسمعي اخبار خير. لكن كمان طلبت منه طلب صعب انه يرفضه علشان خاطر معزته عندها وعشان عيلتها الغنيه. طلبت عيشه الصغيره لخليل ابنها، ولانه صاحب قرار ان الصغيره ما تتجوزش قبل الكبيره وقع في حيره. يعمل ايه؟ بيروحوا الامينه وبيبلغوها بعفو الاب وانهم هيروحوا معاها على البيت، وبتوصل وبتبدأ روتينها اليومي بفرحة في استقبال السيد أحمد عبد الجواد. ده بعد طبعا رجوعه من سهرته. بعد الحمد لله على سلامتك بيبلغها إن حرم شوكت طلبت إيد عيشة وهو وافق، والبيت اتملى فرح وتجهيز للعروسة مع حزن خفي ودفين على بخت خديجة. بس ياسين في وسط المعمعة قابل زنوبة واتفقوا يقضوا سهرة سوا، واليوم اللي راح لها سمع أصوات حفلة، عرف إنها أصوات ضيف للست زبيدة. بيعرف من زنوبة اسم الضيف السيد أحمد عبد الجواد. الصدمة طبعا كانت حاضرة. معقول ابوه التقي العظيم يكون هلاس وكمان بيمسك الطبلة ويعزف ويرقص؟ بتسمح له يبص على الحفلة بعد ما بيطلب، وبيشوف ابوه في حال عمره ما شافها قبل كده. وفي مشهد روائي عظيم بنشوف ياسين راضي عن ابوه وحاسس اخيرا انهم شبه بعض، هو في اوضة زنوبة وابوه في اوضة زبيدة، والاول مرة يحس ان في ما بينهم رابط وبيحبوا اكتر ما بيحبوا قبل كده. في فرح عيشة كانت جليلة المغنية، مع ان السيد احمد عبد الجواد رفض ان يكون في شكل الافراح، بس ده في بيته مش في بيت حرم المرحوم شوكت، وهي كانت صاحبة كل القرارات. جليلة خرجت من تخت الحريم ونزلت على مكان جلوس سي السيد. دار بينهم حوار عن زبيدة وغيرة جليلة منها، وانتشر خبر اللقاء وسط الفرح عن لقاء جليلة مع السيد احمد عبد الجواد، وياسين حكى الفهم اللي شافه قبل كده، والباقي عدى عليه الموضوع كأن لم يكن. السيد احمد عبد الجواد فرض سيطرته على بيته بالقوة والمهابة. حادثة زي دي كانت هتحصل في يوم من الايام كده كده، لكنها مش هتأثر على خوفهم منه وطاعتهم ليه، وخلص الفرح. الاخ الكبير ياسين تقل شويه في الشرب في الخفا، ولما رجعوا ما قدرش ينام وقرر انه يروح لزنوبه، لكن على السلم شاف الخدامه بتاعه البيت نايمه وحاول يتعدى حدوده معاها فصرخت، ونزل ابوه وشاف
شاف ابنه وغضب ورماه بره الاوضه، وفضل يومين 3 ياسين خايف وما بيقابلوش وما بيجتمعش معاه، لحد ما في يوم ناداله وقال له انه قرر يجوزه بنت صديق عمره محمد عفت، ومع انه موظف وعايش في بيت ابوه لكنه ما حوش من فلوسه شيء، وابوه قرر يقوم بجوازته وهو زعلان ان ابنه مسرف وكان بيتمنى تربيته تربيه شخص يبقى عاقل. خرجت عيشه من البيت على بيت عريسها، وجت زينب لبيت السيد احمد عبد الجواد عروسه لياسين. وفي زياره الاسره لعيشه طلبت حرم المرحوم شوكت خديجه لابنها الكبير ابراهيم. وفي ليله فرحها تم اعلان الهدنه في الحرب بين المانيا وانجلترا، ومات جارهم السيد رضوان، بس ده ما اثرش على الفرح عشان السيد احمد عبد الجواد كده كان عامل الفرح سكيتي، كانه يوم من ايام البيت العاديه، من غير انوار ولا اغاني ولا زغاريت ولا اي حاجه. بقت قعده القهوه بين امينه وكمال وفهمي وياسين وزينب مرات ياسين، واتكلم فهمي معاهم عن سعد زغلول وانه هيطالب الانجليز برفع الحمايه عن مصر والاستقلال. وبنعرف ان ياسين رجع لقعدته على القهوه من زهقه من الجواز، وبدات في مصر حركه جمع توكيلات سعد زغلول عشان يتكلم باسم المصريين لطلب الاستقلال. ياسين في سهرته على القهوه، وفهمي اللي بيشاركوا فيها مش حبا في السهر لكن بسبب انشغاله في السياسه مع زمايله الطلبه هناك. وصحي الكل على خبر نفي سعد زغلول لمالطا، واشترك فهمي من ورا الكل في المظاهرات اليوميه ضد نفيه وفي مظاهرات مطالبات الاستقلال. عسكر الجنود الانجليز في الشارع، والسيد احمد عبد الجواد طلب ان محدش يخرج من البيت علشان ما يقابلش المعسكر اللي على اول الشارع. وحصلت مشكله، ياسين زهق من قعده البيت وطلع على السطح، لقى نور خدامه زينب مراته واختلى بيها، لكن زينب كان بتدور عليه ولقيته على السطوح مع خدامتها. فضيحه جديده للاستاذ ياسين. طبعا الكلام لزينب بالصبر وان هو جوزها ويرجع لها وان هو لسه شباب وبيغلط يعني، والسيد احمد عبد الجواد اكيد مش هيضرب شحط متجوز، لكن اداله كلام فوق دماغه. بس زينب سابت البيت وطلبت بالطلاق، وده رغم انها حامل. والاب محمد عفت صديق السيد احمد عبد الجواد ما ينفعش يقف قدام طلبه ويخسره، وبيأمر ياسين انه يطلقها. في صلاة الجمعة بيحصل هرج ومرض عشان شيخ ازهري بيشوف ياسين وبيوصفه بالجاسوسية وانه بيتعامل مع الانجليز. الاب بيحاول يدافع عن ابنه لكن الموضوع بيكبر وما بيوقفش الموضوع غير فهمي اللي بيعترف انه من المجاهدين وكلمته كلمة حق، ومستحيل يكون اخوه جاسوس. طبعا السيد احمد عبد الجواد اتصدم، ولما رجعوا البيت طلب من فهمي انه يعرفه كل حاجه. ومع ان السيد احمد عبد الجواد يعتبر وطني وبيتبرع للمقاومه، لكن بيته خط احمر واولاده تحت طوعه هو، لكن فهمي ما طاعوش المره دي وخرج من بيته جري لما ابوه طلب من فهمي انه يسيب المقاومه ويحلف على المصحف انه هيعمل كده. ووسط كل الاحداث دي والده ياسين بيجيله مرسال منها انها بتموت من الملاريا وعايزه تشوفه قبل ما تموت. بيروح ويودعها وبتموت، ويورث دكان حمزاوي وربع الغوريه وقصر الشوق. بتتحرك الاحداث بسبب المعسكر اللي موجود قدام بيت السيد احمد عبد الجواد. كمال الطفل بيلعب مع الانجليز كل يوم وبيدوله شوكولاته، وبيشوف جندي بيبص على مريم وهي بتضحك له وبيحكي لاسرته. والاب في يوم راجع من سهرته الانجليز بيثبتوه وبياخدوه علشان يشتغل في سد حفره بالتراب بالقوه. لما رجع البيت والقصه وصلت لاصحابه واحبابه جم يزوروه، وكمان عيشه وخديجه مع ان الاتنين حوامل في اخر شهورهم، وكل ده علشان يطمنوا عليه بعد الحدث الغريب ده. بيعدي اليوم وبيرجع السيد احمد عبد الجواد لدكانه وهمومه وافكاره. جه خبر ان عيشه بتولد، وامر السيد امينه ان هي تروح لها. خلفت بنت سمتها نعيمه، بس الدكتور قال ان قلبها ضعيف وممكن ما تعيش لفوق ال20. بيردد الجميع ان الاعمار بيد الله وخليها على الله. وفي الدكان السيد احمد عبد الجواد بيجيله الخبر السعيد، سعد زغلول براءه، والانجليز بيرفعوا معسكراتهم من الشوارع. الخبر فرح البيت كله، حتى فهمي اللي راح لوالده علشان يعتذر له ويطلب رضاه بعد اللي حصل وانه اسف انه خالف رايه، ورجع لاصحابه علشان ينظموا مظاهره سلميه طلبتها الدوله بمناسبه رجوع سعد زغلول. وهو بيفكر ازاي كان بيشارك في المظاهرات وفضل عايش لحد دلوقتي وسط القتل اللي كان فيها، لكن المظاهره بتقلب والجنود الانجليز بيضربوا رصاص عليهم، والروايه بتقفل على اصدقاء فهمي بيبلغوا السيد احمد عبد الجواد استشهاد فهمي. والمشهد الاخير وهو داخل البيت علشان يبلغهم الخبر وهو سامع صوت كمال ابنه بيغني زوروني كل سنه مره. بس كده. عبقريه الروايه في تفاصيل شخصياتها، من اول السيد احمد عبد الجواد لحد بياع البسبوسه اللي كان بيقابل كمال ابنه في لحظه
انت عارفهم، عارف تفاصيلهم، وفاهم وجهة نظرهم وقادر تبررها، متعاطف مع كل شخصية وفاهم هي ليه بتاخد قرارها وقادر تبرر لها سلوكها. الحكاية شفناها في فيلم وعارفينها، بس لو قريت الرواية هتكتشف قد ايه ان الممثلين ما تعبوش في ابراز الشخصية. الشخصيات منحوتة بشكل يخليك تشوفهم، او العكس الممثلين شاطرين لدرجة انك شايفهم في الرواية بالظبط. ديكتاتورية السيد احمد عبد الجواد السيد، هل نجيب محفوظ يقصد بيها ديكتاتورية السلطة وقت كتابتها، ولا السلطة غير المنطقية بشكلها المطلق على كل الأبعاد؟ سلطة رب الأسرة، رب العمل، رب الكون، ممكن وممكن لا. حاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش اديكوا خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الأيام انكم تقروها. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع أحمد حسن.